واخيرا رجعت على اليوتيوب. يمكن اخر فيديو نشرته كان من 6 أو 7 شهور، ما بعرف، ما عاد اتذكر. بس يلي بدي لكم اياه اني اشتقت لكم كتير، وبعرف انه انتم ما اشتقتوا لي. إذا أول مرة بتشوفني، أنا راما طالبة سايكولوجي، وبقدم محتوى بخص مجال دراستي اللي هو الصحة النفسية وتطوير الذات. فإذا أنت أو أنت مهتمين بهذا المجال، اعملوا لي سبسكرايب. من فترة يلي متابعني على الإنستغرام أكيد شاف ستوري نشرت فيها أني أنا بالمستشفى وبقيت شهر كامل فيها، وطبعا وصلني كتير مسجات حلوة منكم عم تدعولي وتصلولي، فيعني رفعتوا لي معنوياتي كتير بهداك الوقت. ثانك يو. كتير عالم كمان سألوني راما شو بكي، شو صاير معك، ليش انتي بالمستشفى؟ فبهذا الفيديو رح شارك معكم رحلتي مع داء كرون بالعربي، أسبابه وأعراضه وتأثيره علي جسديا ونفسيا، وأهم بارت علاقته بنوبات الهلع. فإذا حابين تعرفوا كل هذا احضروا الفيديو للأخير، خصوصي آخر فقرة، لأنه بدي شارك معكم شوية كلام وهيك نصائح طالعة من قلبي. يلا نبلش. مرض كرون هو واحد من الأمراض المناعية، يعني بيكون في خلل بجهاز المناعة، فبيصير بيشتغل أكتر من اللازم وبيهاجم خلايا صحية بالجهاز الهضمي. كلنا بنعرف أنه جهاز المناعة وظيفته يدافع عن الجسم ويحميه من الأمراض. يعني وقت نشوف حدا بيمرض كتير بنقول أنه مناعته ضعيفة. أما بحالة كرونز فبيكون في فرط بعمله لجهاز المناعة، فبيسبب التهابات مزمنة بتصيب أي جزء بالجهاز الهضمي، بس غالبا بتبدأ بالكولون والأمعاء. أعراض ومضاعفات مرض كرون كتيرة، بس الأكثر شيوعا عنا وجع بطن قوي، حالات من الإسهال المتكرر، تعب جسدي، فقر دم، تقرحات وخراجات، وأحيانا نزيف دموي بيرافق الإسهال. بما أنه كرونز هو واحد من الأمراض المناعية فما إله علاج، بس في كتير أدوية بتساعد على تثبيط عمل جهاز المناعة، فبالتالي بتحد من الأعراض. أسبابه لسه معنا معروفة، بس هو مرض وراثي وممكن يكون للأكل والعوامل البيئية دور بتحفيز المرض. وهلا صار الوقت لحتى احكي لكم عن قصتي مع كرونز من 2016. طبعا في تفاصيل كتير، بس رح حاول اني احكي المهمة منها حتى الفيديو ما يكون كتير طويل، وبنفس الوقت تكون وصلت المعلومات يلي بدي وصلها لحتى اي حدا اذا عنده هذا المرض او شاكك اقدر فيده بأي معلومة. أول شغلة حابة إنكم تعرفوها إنه هذا المرض ممكن يظهر بأي عمر، بس النسبة الأكبر بيبين بفترة المراهقة أو بداية العشرينات. أنا وقت بلشت عندي الأعراض كان عمري 16 سنة، كنت لسه بالمدرسة. الأعراض اللي كانت تجيلي وجع بطن كتير صعب، يعني وجع ما بقدر أوصفه، وكمان إجالي نوبات إسهال. بحكي لكم يمكن تفكروا إني عم بالغ، بس حرفيا أنا بتذكر إجا عدة شهور كل يوم عندي إسهال. الوضع كان مو طبيعي أبدا. بنفس هاي الفترة كمان لأول مرة بيظهر عندي خراج، وطبعا الخراج من أكثر الأعراض الصعبة والمزعجة والمؤلمة بهذا المرض. بسبب الخراج أنا رحت على المستشفى. طبعا ما كنت بعرف شو هاد، كنت مفكرة أنه حبة وعم تكبر. عملوا لي مثل عملية صغيرة، فتحوا لي إياه وطلعوا كل السوائل منه، هي دم وعمل. كل فترة يرجع يتكرر معي نفس الخراج، كل سنة مرة، أحيانا مثلا سنة إيه سنة لا، أحيانا بالسنة يجيلي أكتر من مرة. فهذا عارض كتير مهم لازم تنتبهوا له. الإسهال كمان نفس الشيء، هو عارض أساسي بكرونز، ووجع البطن. بهداك العمر رحت لعند دكاترة أكتر من مرة يعملوا لي فحوصات، يطلع ما فيه شيء. فأنا استغرب أنه طيب هذا الوجع والإسهال والشغلات اللي عم بتصير معي من شو؟ يقولوا لي ممكن كولون عصبي. يلي حضر هذا الفيديو بيعرف أنه أنا عانيت من البانيك أتاك لعدة سنين، وحكيت لكم بالفيديو أنه المشكلة الأساسية كانت بطني، ويلي قصدته بوقتها هو حالات الإسهال يلي بتجيلي. بس كنت بهداك الوقت بال2019 كنت لسه ما بعرف أنه عندي كرونز، قد ما تراكم جواتي قلق وتوتر من حالات الإسهال المفاجئة. يعني صرت كتير خاف أطلع من البيت، أنه أحسب حساب دايما بركي أنا علقت بالعجقة، بركي كنت بمكان ما في حمام. الموضوع كتير كان محرج
ويعمل لي ضغط نفسي. فبالأخير بال2019 تحول لنوبات هلع، وامتنعت فترة طويلة عن إني أطلع من البيت لحد ما بلشت بقى علاج عند دكتورة نفسية ورجعت منيحة. تشخصت بمرض كرونز بآخر سنة 2021. جالي وجع ظهر كتير صعب، وصار يترافق أحيانا مع وجع بالبطن، وبعد 3 أسابيع من هاي الحالة صارت ترتفع حرارتي. فهون عرفت أنه it's time لروح على المستشفى. بالمستشفى عملولي تحاليل، ما في شي. بعدين عملولي ألترا ساوند وتبين أنه عن منطقة الزايدة في انتفاخ. فهن فكروا أنه في التهاب بالزايدة، بس بنفس الوقت كانوا مستغربين كيف التهاب زايدة وانت قاعدة عم تحكي معنا طبيعي، يعني مفروض الزايدة تكون خلتني عم صرخ وابكي. هون قرروا يعملوا لي سيتي سكان أو طبقي محوري، فالصورة بيّنت أنه هذا الانتفاخ هو بمنطقة الإيليوم يلي بالأمعاء، هي بتجي آخر الأمعاء الدقيقة وبداية الكولون. فيعني الزايدة ما لها علاقة بالموضوع. ومن هذا الانتفاخ تبين معهم أنه أنا عندي المرض بعد ما شرحت لهم عن كل الأعراض اللي بعاني منها من سنة 2016. فأخيرا بعد كل هديك السنين من المعاناة اجا دكتور وفهم علي وشخصني. هذا الخراج علاجه كان تسحيب، بدخلوا إبرة بقلب الجلد ليوصل مكان الخراج وبيسحبوا المواد منه، وطبعا مضادات التهاب. بعد هيك بلشت بأول دواء مثبت للمناعة، اشتغل معي 10 شهور، كان كتير منيح. باخده بالوريد كل 6 أسابيع. طبعا بتختلف من مريض لمريض، أنا بس عم بحكي لكم قصتي، ما عم بعطيكم معلومات طبية. صرت أقدر أكل أحسن، قل عندي الوجع والإسهال. بس آخر مرتين أخذت الجرعة فيها صار عندي مضاعفات، حس انه عم بختنق في شي عم بيسكر لي مجرى الهواء، تنفخت، وجهي صار احمر، ارجف، وضغطي ارتفع. في ممرضة بتجي بتعطيني الدواء بالبيت، فهي قالت لي انه that's weird، يعني هي فكرت انه يمكن لانه مسرعت لي المضخة تبع الدواء فجسمي ما تحمل. تاني مرة او اخر مرة اخدته فيها للدواء كانت كتير مبطئت لي المضخة حتى نتجنب أنه يرجع يصير مضاعفات، ومع هيك رجعت حسيت بنفس الأعراض. فهون صار لازم أني خبر دكتوري، بس ما لحقت. صار يجيلي أوجاع ظهر كتير صعبة، أصعب من يلي كنت حسها قبل، ما قدر نام بالليل. فحملت حالي رحت على المستشفى، عملولي فحوصات، فتبين انه الخراج نفسه اللي كان طالع لي قبل بسنة رجع متشكل بالأمعاء بنفس المكان مع فيستشولاز أو يلي هنن قنوات بتتشكل بسبب الالتهاب، بتصل بين مكان الالتهاب وأجزاء تانية. فأنا كان طالع من مكان الالتهاب 3 قنوات موصولين بأجزاء تانية من الأمعاء. حاولوا يسحبوا لي بس ما قدروا يوصلوا له، فأخذوا بس سامبل ليحللوها. وبعد ما عملوا لي فحوصات وعطوني أدوية، ويعني بقيت شي 3 أسابيع بالمستشفى. آخر أسبوع طلع القرار أنه أنا لازم أعمل عملية، يقصوا لي الجزء الملتهب من الأمعاء، يشيلوا لي إياه اللي هو الإيليوم، والجزء يلي جنبه السيكم. عملت العملية، طبعا ما كانت سهلة أبدا، عملية صعبة، وجع لا يوصف، بس الحمد لله مضيت على خير. بلشت بدواء جديد لتثبيت المناعة، لسه ماني شايفة نتائج، فما بقدر احكي لكم اذا شغال معي او لا. طبعا الكلام صعب يوصل حجم المعاناة، اختصرت كتير تفاصيل ويمكن نسيت تفاصيل. صعب اني احكي عن 7 سنين بدقايق، بس المهم عندي هو اني بقدر امنع ولو شخص واحد من انه يعاني من هذا المرض من خلال تجربتي. رح أكون كتير مبسوطة. أول شي بدي قلك إذا عم بتحس في شي مانو طبيعي بجسمك، لا تهمل حالك. جسمك وصحتك مسؤوليتك، ما حدا رح يهتم بصحتك أكتر منك، ولا حدا رح يحس بوجعك. طبعا إذا مكتبلنا إننا نمرض ما في مهرب من هالشي، بس نحنا لازم نعمل يلي علينا.
إذا عندك أعراض مانا طبيعية ورحت عند دكتور وقالك إنه أنت ما فيك شي، لا توثق بكلامه بس لأنه دكتور، يعني أنه طبيعي أنه هو يكون غلطان، طبيعي ما يكون عنده خبرة كافية. دور على غير دكتور، أو أنت دور وابحث عن المشكلة، عن الأعراض اللي عم بتحس فيهم. I know مو سهل، يمكن ما يكون قدرتك أصلا، بس شي أهون من شي. كل ما اهتميت بمشكلتك أكتر رح تتجنب مضاعفات وشغلات أنت بالغنى عنها. تاني شي بدي قلك ياه هو أنه إذا بتعاني من مرض نادر مثل كرونز، دور على منظمات أو مراكز بتعمل أنشطة للناس يلي عندهم من المرض. أول شي عن طريق هاي الأماكن رح تتعرف على ناس عندهم نفس المشكلة، رح تشاركوا تجاربكم مع بعض. وكمان المسؤولين عن هاي المراكز رح يكونوا دايما عم يتابعوا أخبار المرض، شو في دراسات وأبحاث جديدة نزلت، فرح تكون دايما عندك معلومات جديدة. يمكن هاي الشغلات ما كتير متوفرة بالبلاد العربية، ففيك تلاقيها أونلاين على الفيسبوك، على الانستغرام، في كتير جروبات معمولة لهيك، فيك تنضم لها وتشوف الأخبار وتتعرف على عالم عم يعانوا من نفس المشكلة وتكون صداقات جديدة. حتى هاي الخطوة كتير منيحة للحالة النفسية. أما ثالث نصيحة بدي لكم إياها وبعتبرها أهم نقطة، هي أنه دور على الجانب الإيجابي من المشكلة. أنا قبل ما بلش أدرس سايكولوجي وطبق هاي الشغلات على حالي، كان بس حدا يجي يقلي فكري بإيجابية أو شوفي الجانب الحلو، إلا إنه شو هالسخافة، يعني واحد واقع بمشاكل كتير، كيف بده يقعد يدور على الشغلات الحلوة؟ بس لما بلشت أطبق هالأمور على حالي، دخلت بمعمكة كرونز، فعلا لقيت تغيير كبير وواضح على نفسيتي. نظرتي للأمور تغيرت، صرت دور على حلول بطريقة أسهل وأسلس من قبل. أكيد تفكيري الإيجابي ما وقف لي وجعي الجسدي، بس حماني من الوجع النفسي، حماني من إني انتقل من وضع سيء لأسوأ. من خلال تطبيقي لهي النصيحة تعرفت على حالي أكتر. عقد ما كرونز أرهقني وعطلي حياتي، على قد ما خلاني حدا أقوى، حدا عنده قدرة على التحمل. تعلمت أنه في أيامات رح كون منيحة فيها وأيامات لأ، فلازم اشتغل للأيامات المنيحة وما خلي الأيامات المنيحة تصير سيئة بسبب الأيامات يلي رح فيق ولاقي حالي ماني منيحة. واحدة من أحلى الإيجابيات لكرونز بالنسبة إلي هي إني بسببه بلشت صفحتي على الانستغرام. كنت وقتها متشخصة جديد بالمرض وطالعة من المستشفى، وقبلها كان إلي 2 لا عم روح على جامعة ولا عم اشتغل بسبب الأعراض وبسبب البانيك أتاك. ففيكم تقولوا إنه حياتي كانت شبه فاضية. أصلا ما تخيلت أنه صفحتي رح تنجح هيك، رح وصل 100,000 فولورز بأقل من سنة، يعني هذا أكبر إنجاز لإلي. كرونز عطلي حياتي من جهة، بس خلاني انجح من جهة تانية. وليكني هلأ قاعدة عم صور هذا الفيديو وعم احكي فيه رسالة ممكن توصل لشخص واحد وممكن لأشخاص كتار، بس بالحالتين رح كون سعيدة كتير، لأنه ما بظن في أحلى من هالشعور. كل شي في إله جانب حلو، قد ما كان صعب وأثر على حياتنا رح يكون في شي حلو من وراه، وإذا ما عرفناه هلأ رح نكتشفه بعدين. كل شي في من وراه حكمة. بتمنى تكون الفكرة الأساسية من هالفيديو وصلت، وبتمنى تبقوا بخير على طول، وبشوفكن بالفيديو الجاي.